أما أنا كنشتغل في حفلات كنحرز في مناسبات العائلات. وواحد النهار اقترح لي احد الاصدقاء بما انني انا احب الوداد علاش ما نغنيش الوداد. وبالفعل جات فكره في عام 2006 كان الديربي ديال الوداد البيضاوي ضد الرجاء انتهى بالتعادل. الاصابه المدركه وقع الهدف الرئيسي. الفكره انني غنيت هي الوداد شامبيوني بقات كتقبل طرف الجماهير الوداديه في الوداد. من تما بدات المسيره ديالي. غير كرة القدم كنت سجلت ألبومات شعبية وطلعت ألبومات كثيرة خارج نطاق كرة القدم. الله يرحم حمزة نبقى عليك رزق الجنة يا ربي عليك جامي ننساك يا خونا يا الودادي. يا أخي سؤال شنو نقول لك والله العظيم إلا رجعتني واحد الفترة حزينة جدا. أولا كنتقدم هذا الأنبار لعائلة المرحوم حمزة البقالي الله يعطيهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذاك السيد كان إنسان خلوق كان كيحب الوداد معاه في كل مكان. جا الأجل ديالو ولكن حنا ما نتحدثوش على الطريقة كيفاش مات ولا شي حاجة. قبل ما نتحدثوا على الشخص ديالو كان انسان خلوق وطيب. هاد الاغنيه اللي سجلت انا والمجموعه ديالي تيكون فرقوس حاجه قليله في حق هذاك السيد في حق هذيك العائله صراحه. الله يرحمه تيبي ربي الله يرحمه. علاش العداوه ياك حنايا مسلمين امه وحده ما عند الرب العالمين. ابدا اخي لا شنو اللي بان الجمهور ديال الوداد منجرين. هذوك الناس محسوبين على واحد الفئه جاو هذاك النهار متعمدين نوضوا الشغب. جمهور الوداد الحقيقي ما عمرو دار هكا. انا تبعت الوداد من صغري تبعوا الاجداد ديالنا ما عمر جمهور الوداد دار هكا. هذا الجمهور خالق جمهور متحرر حتى الرتبه السادسه عالميا صعيب حتى الرتبه السادسه عالميا. هذوك الناس يعني ربما الله يسمحهم جاتهم الغيره من هذا الجمهور شافوا تبارك الله وصل العالميه ودخلوا وسطنا داروا ديك الشغب وماشي جمهور الوداد الحقيقي. هذا كنأكد لك من هذا الامر. وهذيك الاحداث نتمنى ما تبقاش تكرر لان حنايا بلد السلم والامان وكنحترموا جميع الخصوم. كندخلوا الملعب كره دارت باش نلعبوها وكنشجعوها. قلنا هذا الشيء في الميساج الاغنيه الاخيره ديال حمزه البقالي ماشي الفتنه والشغب كتكون. دونك حنايا جمهور مستقل جمهور حضاري جمهور كيعطي شي حوايج زوينين للمتفرجين على الشاشه. الشغب ماشي من سماتنا ماشي من عاداتنا وهذوك الناس بخلاء على جمهور الوداد والله يهديهم. من بعد الاغنيه اللي سجلت على حمزه البقالي والمجموعه ديالنا اللي لقات صدى كبير شحال كنفكر حاليا انا والمجموعه غنخرجوا شي اغاني على الوداد على المساط الافريقي ديال الوداد على التاريخ القاب الوداد على الديربي مؤخرا. عارف الجمهور كيف كيعيش ودير الحماس. غيكون جديد ان شاء الله قريب ان شاء الله. وداد يعني مغني وداد الامه ولكن شي حاجه كتثبت بانني مغني وداد الامه. الجمهور تيعرفني بانني مغني وداد الامه. الاغاني اللي كنغنيوها انا والمجموعه كتبين بانني مغني وداد الامه ولكن حتى شي حاجه ما بالوراق ما كايناش. كتبوا سيدي خليك كيدير خدمته الله يسهل عليه. انا كندير خدمتي حب في الوداد حب جمهور الوداد ما كنتقاضى حتى شي حاجه وما غنبغيش نتقاضى عليها شي حاجه لان هذاك اخلاص كنغني من المال ديالي الخاص انا والمجموعه وكنهديوه للجمهور. ما كنديروش اقراص مدمجه ونبيعوها بالعكس كنعطيو داكشي في نسيت كيصنت ليه. انا كما كتعرف الاغلبيه ديال الجمهور كيكون من الطبقه شويه الشعبيه اللي الدخول ديالها محدود
هو انسان كيقلب اسبوع كامل باش يشري ورقه ديال التيران، دونك انا نخرج السيدي باش يشريوه ب 20 درهم بلاش. زايده فيه هذاك الدري اللي غيشري السيدي ديالي ب 20 درهم، انا نعطيه ليه كراس وتوصل لي حتى لدارو بليسيت. المكتب راه عادي كيقوم بخدمته الله يسهل عليه، وانا كنقوم بخدمتي واللاعب كيقوم بخدمته والجمهور كيقوم بخدمتهم، ولكن اسم الوداد البيضاوي كيبقى دائما مرسخ. هذاك اللوغو كيبقى للابد، الجمهور كيبقى للابد. المكاتب المسيره تتغير، كيجي مكتب كيمشي مكتب. انا نعطيك يا اخي واحد الكلمه، المكتب المسير ديال اي فريق بحال ديك لاكارت ديال التليفون عرفتيها، كتخشيها كتهضر حتى هي كتسالي الكونسوماسيون ديالها طاف جو طابل. مع احتراماتي للناس اللي كيشتغلوا، حنا كنسبتهم ولكن كل مكتب كيدوز الفتره ديالو، ولكن الوداد البيضاوي ديالها كيبقى للابد. تحيه كبيره لجمهور الوداد البيضاوي، اش نقول لك، كيضحي الغالي والنفيس باش كيشجع الفريق، واخا كيشوف شي تجاوزات بعض الاشخاص لما نبقاو نسميو، ولكن راه عندنا اعظم جمهور. انا كنقولها وكنعاودها، اعظم جمهور في العالم. تحيه لجمهور الوداد البيضاوي الحب الحقيقي. واش نقول لك، المسيره ديال الوداد بعدا كاينه واحد الصداف. الوداد بدا ب4 انتصارات، البطوله وصل ب4 انتصارات من حسن الصراحه. اللي وقع الوداد هو تغيير المدربين هو اللي اثروا على الوداد البيضاوي. الوداد كان من ابرز المرشحين باش يفوز ببطوله الابطال والبطوله الوطنيه وكاس العرش، ولكن قال لك تجري الرياح بما تشي السفن. بدينا بدايه قويه وبقات المدرب دوكاسل. كثرت المقابلات، ربما المدرب ما عرفش يسير المقابلات بالشكل اللي بغينا، ربما غامر بلاعبين في كاس العرش. خلصنا بالرائد ديالهم بحال الخليقي بحال ياجور بحال الحارس العملاق نادي المغربي، حارس كما كيلقبوه بالعنكبوت. خلصنا داك يعني داك هاد المحطات اللي ضاعت الوداد. كان واحد التغيير لابد كان يكون. مشى دوكاستل، ما كنقولش دوكاستل مدرب ضعيف، ولكن كاين حوايج ساهمات باش الوداد المستوى ديالها طاح. الحمد لله تعاقدنا مع مدرب جديد عنده فكر عالمي تبارك الله، غادي بالدراري. كنا في واحد المرتبه ولا الثالثين، حنا ما راضيينش بالمرتبه الثالثه على فكره، ولكن حنا لا نرضى الا بالالقاب. في اتعس ايامنا نحقق الصف الثالث، في قوتنا ثم الالقاب. مدرب حنا هذا العام حنا مجموعه من لاعبين الشباب احتلينا المركز الثالث حتى هو مركز مهم، يحاول يلعبوا في كاس الاتحاد الافريقي المغرب. كنطلب من الجمهور الودادي تعاود خليو المدرب يخدم، غتشوفوا نتائج مزيانه. تشيكو سروخو بريزونت تشيكو. كنظنش ان الوداد خاصها شي لاعبين، الوداد عندنا لعابه بزاف. هذا المدرب طلع 8 العناصر ولا 7 من الشباب. راك شفتوا دزنا بتجربه ديال انتدابات كثيره وكثيره وما عرفناش بحالنا. كنتعاقدوا مع 9 اللعابه كيصدق لنا لاعب ولا جوج. انا كنفضل سياسه التشبيب هذه اللي دار، ومعزو بعض المراكز الخاصه بجوج او 3 لاعبين على الاستطاعه ديال المدرب اللي غيشوفوا مصلحه به غيجي المكتب المسير ديال الوداد. حقو الزروالي سونزوبلي ناصر بن عمر انس. العلاقه ديالي مع الإطارات علاقه جيده مع الإطارات الوداديه الحمد لله. انا كنبغيهم هما كيبغيوني، ما عنديش مشكل الحمد لله. اننا كل نهار كنصبوا نحو مصلحه فريق الوداد البيضاوي. اي حاجه جات تهز من تشجيع او تيفو او ما شابه ذلك فهي تنديها وتنجلس مع الناس المختصين فيها بحال الإطارات. وما نساوش خويا اسماعيل اليعقوبي. حاليا انا حاسب ما نزولش، وهاد الناس اللي غيكتب لي الله من هنا قدام الا كانت مرحبا بها ان شاء الله. هادي حاجه نورمال ياك حنا اللي بدينا. ما كاين لا قصه لا والو. انا يعني شنو دوك المسابقات اللي كندير ترفيه على بلادي. الانسان كيدخل السيت ولا كيدخل فيسبوك كيهضر هذا. انا كندير هاد المسابقات، انا انسان ماشي لاباس عليا الحمد لله. انا انسان عادي مو بعد بعض الناس، عندي بعض الحاجات كيجي هذا كيهدي لك
المكانه هذا كيدير لك بزاف الحوايج. كان الحمد لله عندي العائله وعندي الاحباب، انا من صغري هكا اي حاجه ما كتبقاش عندي. يعني انا في صغري كنت صغير غنقول لك بالدارجه عندي شي حاجه كيقول لي شي عبد الوهاب كنقسم عليه جوج، الحمد لله قد كبير. كندير المسابقات كل مره كيفوز واحد، هذا كيدي مكانه ديال الوداد، هذا كيدي كوندين، هذا كياخذ كشكول، هذا كياخذ توني. هذه داكشي اللي عندي كنعطي لعباد الله. كما قلت لك هذوك الناس كاين اللي بسيط، كاين اللي مسكين درويش ما عندوش حتى باش يشارجي الموضوع، كيبقى النهار كامل في المشاكل قرايه الدار هذا كيشارجي مسكين ديك 10 درهم فيه باس نفوجوا عليهم ونزهيو بحال هكا ولا شي حاجه حتى هو تيعجبو الحال. واللي كيقول شي حاجه اخرى راه ما عرفتش. هذوك الناس كيقول لك لا هادشي اللي كدير فيه كذا، كنجاوب كنقول لهم بالعكس ديروا بحالي حتى نتوما الا قدرتوا ديروا هادشي خير من عندي، عطاه الله كيعطيه الناس. بالعكس عندي اجر عند الله سبحانه وتعالى. اللي بغى يقول شي حاجه يقول. بالماريس كبير في هذه البلاد هزت بينا الفرح. كنقول لكم راه كنبغيكم بزاف 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 بزاف. الهم ديالي الوحيد هو ان الولاد يكون في المستوى، تكونوا نتوما في المستوى وتكونوا ما مقلقينش وديما فرحانين، ونتمنى لكم النجاح. هذا وقت ديال الدراسه، نتمنى لكم التوفيق، تنجحوا كاملين، تكونوا مرضيين الوالدين مع والديكم، تصليو الصلاه الوحيده ديال كنقولوا كنعاودها. ان شاء الله غنشوفوا ولاد اخرى الموسم القادم، وديما ولاد. الاسئله اللي كنتوصل بها سواء على الهاتف او الايميل او على الفيسبوك كنت جاوبت عليهم. والى فرصه مقبله بحول الله، وراه راكم في القلب. تحياتي حفوظ الوالي والمجموعه ديال